الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: يمسخ قوما من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. فقيل: يا رسول الله، هي الناس دي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقيل: يا رسول الله، فما بالهم؟ يعني قول لنا يا رسول الله، الناس دي مين وبيعملوا ايه علشان يمسخوا قردة وخنازير؟ خلي بالك، علشان ممكن تكون حد منهم وانت ما تعرفش، وانا جاي اقول لك عليهم بنص سيدنا النبي. بس قبل ما اقول لك، هتصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى في الكومنتات، وتعمل لايك للفيديو ده علشان ينتشر وتاخد جبال من الحسنات وتدل على الخير كفاعله. انا عايزك بقى تركز معايا وتعرف الناس دي عملوا ايه علشان يمسخوا قردة وخنازير. اسمع بقى كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذون المعازف والكينات والدفوف ويشربون الأشربة فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وطبعا الناس اللي انا بقولك عليهم دول معروفين جدا في الزمن اللي احنا فيه دوت، والناس دي اللي هي بتتبع الأغاني والمعازف، في نفس الوقت بيشربوا الخمور والعياذ بالله. اوعى تكون حد منهم، ولو انت حد منهم ارجع وتوب لربنا عز وجل. وبس كده. لو انت استفدت من الفيديو ده، بالله عليك لا تصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى في الكومنتات. سلام.